نعيد. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية. قام فخامة الأخ الرئيس السارق الأعلى للقوات الملحسة والأمن الشجاع علي عبد الله سارق بزيارة تفقدية إلى مبنى القتلة العالمي والمجرمين في صنعاء، وأشاد فخامته بالدور التي قام به القتلة والمجرمين في البلاد، وقال: لقد قتلتم الكثير من النساء والأطفال والشيوخ ودمرتم المباني العامة والخاصة للمواطنين، وكذلك دور القرآن الكريم والمساجد والمدارس، وأحدثتم الخراب الهائل والدمار في البلاد وكذلك الأزمات الخانقة للمواطنين. وقال فخامته: لولا جهودكم الجبارة لما تم إحداث مثل هذه المنكرات في البلاد. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ أحمد علي عبد الله سارق قائدا للقوات الإسرائيلية في اليمن. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ مجرم وزيرا للخوف وإقلاق الأمن العام والسكينة العامة للمواطنين. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ نهاب وزيرا للمالية ونهب المال العام وحرمان الشعب منه. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ مجهل وزيرا لتجهيل الجيل ومحاربة الدين والقيم والأخلاق والمبادئ. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ كذاب مضلل وزيرا للتضليل الإعلامي وعكس الحقائق رأسا على عقب وتغيير الحق باطلا والباطل حقا وتمجيد الراقصات والسكارى والمجرمين وسب العلماء والدعاة والشرفاء المخلصين في الوطن. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ ظالم وزيرا للظلم ومصادرة الحقوق والحريات وجعجعة المواطنين في المحاكم والنيابات. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ مدمر وزيرا للصناعة والتجارة وتدميرها بالكامل. كما صدر قرار جمهوري بعد الديباجة بما يلي بتعيين الأخ مجعجع وزيرا لجعجعة المغتربين في الخارج وإساءة العلاقات الخارجية للدول الصديقة والشقيقة. كما صدر بيان عن السارق الأعلى للقوات الملحسة والأمن الشجاع قال فيه: عليكم يا أبناء شعبنا ألا تنزعجوا من أمرنا، وإن استبديناكم بسياستنا ونهبنا ثرواتكم وجهلنا أبنائكم وحاربنا دينكم وقيمكم وأخلاقكم وسفكنا دمائكم وقتلنا شبابكم، فإن ذلك من أكبر منكراتنا التي تتحقق على أيدينا يوما بعد يوم منذ أن صعدنا إلى السلطة. عام 78 900 وألف. السارق الأعلى للقوات الملحسة والأمن الشجاع علي عبد الله سارق. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.